فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. إخوة الإيمان، تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. نسأله جل وعلا أن يبارك في أعمارنا حتى ينقلنا من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة في الله، هذه أيام عيد الأضحى، ولا زلنا نعيش هذه الأيام ولله الحمد والمنة. كثير من المسلمين تفقد أهله وذويه، وزار أحباءه، ووصل رحمه. التصني وذان دير عيد رحنا يويا، زوارنا يويا، نوجونا يغويا، يصلون أرحامهم. هذا ولله الحمد والمنة، نعمة كبيرة ومنة عظيمة من الله جل وعلا. ولكن أيها الأحبة في الله، زجيج جهة النظنية مش حاني وذاني قيمن وروح نغوي الجنس. كم من رجل وكم من امرأة قطعوا أرحامهم، كم من شاب قطع رحمه وأول من بدأ بهم والداه، كم من شابة وزرح الناس واستشحز الجميع، كم من رجل، كم من ذكر وكم من أنثى، والخطاب عام. الحمد لله إكرمان الله تعالى صلة الرحم ذي العذوانية، ولكن إجن العدد. وأنا كما أقول دائما لا أتكلم من فراغ، ولكن أتكلم انطلاقا من واقع مرير وشكاوى كثيرة تصل وترد تكرارا. أيها الأحبة في الله، أتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن صلة الرحم، لأذكر بها نفسي أولا وأذكركم بها أحبتي في الله، لأنه أيها الأحبة في الله الكثير من المسلمين أصبحوا اليوم يعيشون لأنفسهم وزوجاتهم وأبنائهم. أما حد النظني وهذا ازديار الأخبار، ولكن الله جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا عائلات، أرحاما يجب أن توصل، ولم يخلقنا فرادا. سيدار بواش يخلق شوحدك يا عبد الله، سيدار بوذا مخلق بوها يزنيش موها يا أمة الله، سيدار بوذا شخلق بوها مغهنيش كوها يا عبد الله. وإنما نشيني خلقان عائلات، أسر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما صلة الأرحام فإنها تتفرع حسب ما تحدث عنها أهل العلم. أيها الأحبة في الله، صلة الرحم خميس سورق صلة الرحم. من تعنى صلة الرحم تاني تمدجنا العادة نواتي تجد على وجدوها، ماذيش عادة زي العادة نغنشين نكوريجن على حسب تقاليد الناس، العادة الناس ضد شاط دين إلى آخره. نغذي الدين، نغذي العبادة. من تعنى صلة الرحم غنغنشين نسرمن، ولا نغي تهمي الشين وذاين ديرو مين تحت نغنذو واجين دا نسرم، وإنما نسور خانغنشين كمسلمون ندين لله عز وجل بعقيدة التوحيد وباتباع هدي خير نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأحبة في الله، صلة الأرحام عبادة وتقرب يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا. وكما أسلفت في خطبة سابقة أكثر من سنة حينما تحدثت عن العبادة، قلت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال أهل العلم: العبادة هو كل ما صدقت فيه النية وكان على هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. فكل حركاتك وكل سكناتك يا عبد الله يا مسلم، أي صرفت أي سوزرت أي خزرت أي أور تنيت نغسريدت نغ إلا وهو عبادة. يستحضر نية على أنه عبادة تبتغي من ورائها الأجر والثواب عند الله جل وعلا. وهذا قد أمر به ربنا جل في علاه. صلة الأرحام أيها الأحبة في الله أمر من فوق 7 سماوات، وفي النرديج من أهل الدنيا قبل الله جل وعلا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء كلامه بعد كلام الله جل وعلا، فالأمر أولا من قبل الله جل وعلا. إذن يا عبد الله حينما تصل رحمك فإنك تمتثل قول الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. رب سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات إنش وآتي ذا القربى حقه. يقى رب سبحانه وتعالى: واعبدوا الله، توحيد، عقيدة صحيحة على أسس متينة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. من يقصد ربي بذي القربى؟ من هم ذو القربى؟ هم أرحامنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في تفسير، أو استغفر الله، الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه. قال: ذا القربى هم صلة الرحم، وأراد به قرابة الإنسان، وهذا ما عليه الأكثرون. من يعني الرحم؟ مرة فاميليان يا أخت الإسلام إذا كان زجيت تنباباش زجيت تنماش. مرة ويجنت فاميليا زجيت تنبابا رحم، ويجنت فاميليا زجيت تنما رحم، وجب أن يوصل. بل ربي سبحانه وتعالى تحدث الآية مليح: إنش وآتي ذا القربى حقه. ذر حق الناس، لا إله إلا الله. يتغيت غير نغمر النوح غشا حد نسيج خاس النجوغات نجي خاس مباكر عيدي نيوضيت يتغير نتكرم عليه. لا يا أخ الإسلام، لا يا أخت الإسلام، هذا ليس تفضل، ليس تكرم، ليس منة منك عليه، وإنما حقه. وتجيبوه ولا السنة دي وقرد التحقات يوقشرد التحقات. يا أخي تروح الغاسي جمعة ما سينتر تمارس، هذا حقه أن تصله التاسي ذرحك. كأن الله جل وعلا يقارش قمر وثروحذ مروت صلة الرحم النش أقاشي حسب يوم القيامة. والله سيحاسبك ما يمع، لأن من عدج نرحق النس ولا ستكشيد شاء صدغاكي جنحشتي التاسش واتوذلش الزيت. لذلك فرحمك حق لهم عليك أن تصلهم. بل أيها الأحبة في الله، التصني وذان يتسد يقرش أخصغ الصفر الزكاة ما تكش غوما قال اسمشي الجوما شيء قرش يقطوط صدفوبري. سبحان الله سبحان الله. أقول لمثل هؤلاء وأنا أستغرب بنادم غاسمخ غير الصفر الزكاة هذه الجوما ستقطوطوس، هذه الجوج ما ستقطوطوس، هذه الجعنتي ستقطوطوس، هذه الجعزيزيس ويتفرد من زغي منسو. لا إله إلا الله. رجل سأل الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة فقال له: يا إمام، أعطي قرابتي من زكاة مالي أو زكاة مالي، ماذا سنكشغي فاميليينو؟
عشوات أشنشغ الزكاة وقرينه من سيدنا الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه قال إن لهم في مالك حق سوى الزكاة. إن سقط تاسنش جنر حق قبر الزكاة ومبر الزكاة تاسنش إن كنت غنيا أن تصلهم بمالك. صلة الرحم أيها الأحبة في الله وتنفهم شنيشا يتغير أنك صلة الرحم مرروح الغاس. لا أيها الأحبة في الله صلة الرحم مراتب. صلة الرحم مراتب. صلة الرحم غيجيش جند التاجع وجبتني غيقبوبريا. صلة الرحم غيقوايز وجبتني غتكمغا. بل أنت أيها الزوج تقع عليك مسؤوليات وتجي مسؤولية واحدة تجمع مسؤوليات من صلة الأرحام. ميمة إن كنت زوجا شككش مسؤول صلة الرحم النشخ الأرحم النشخ كذلك مسؤول أمام الله جل وعلا الرحم انت مغاهنش. سبحان الله تمغاهني وغاسور حقت فقبر الإذن النش وغاسور حقت النجو بر الإذن النش وغاسور حقت صلة الرحم النس بر الإذن النش مرح من عكتك الرحم النس تحاسبك أمام الله جل وعلا. لذلك والله العظيم لا أتكلم من فراغ خمغذا في الذير عيد تسد تشتكي تنشيد دي عمز يقامتي الجغاري التاس. لا إله إلا الله. هذا فيه خلل من جهتين. أولا عمي سني وغاتور حقا يحكم وضيت الدبيرة تمغاث الطاعة لزوجها الحكم حكم زوجها عمي وغاتي سورح. ثانيا قطعها عن رحمها إمنعت والطريح. سبحان الله أليس هذا وزر تنوع بحمله الجبال؟ لا إله إلا الله. يا مسلمون أيها الأحبة في الله الأغنياء يصلون أرحامهم بأموالهم. قال العلماء من بينهم الإمام النووي والإمام ابن حجر في فتح الباري وشرح صحيح مسلم ولمن أراد أن يرجع إلى هذين الكتابين فسيجد ما يشفي الغليل في هذه النقطة. هؤلاء الأئمة ننش ونغا جتمنيات لا يكفي ما يروح غبنازم غفاميليان البوبري وهو فقير يروح غاس ينجو غاس يقتن كيس يا يحكي سكال. هل هذا قد وصل رحمه؟ نشي جانيجن الجزء صلة الرحم ما يملئ ان غاساقرا وني البوبري. اما صلة الرحم الحقيقية يصله بنفسه وماله. اما الفقير انت يصل قرابته بالزيارة فامغاث والو تصل قرابتها إننا نشو خغارة السلام آية زيقوجني غطبوبرين وخغارة دي السلام يتوحسب قد وصل رحمه. أيها الأحبة في الله من سور قصيدة بيتأكد خسيرة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد خس كذلك. الرحم أيها الأحبة في الله حينما خلق الله عز وجل الخلق والحديث في الصحيحين تعلقت بعرشه جل في علاه فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله جل وعلا أيسرك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وهو حديث قدسي قال أنا الله رب سبحانه وتعالى السور إنش أنا الله وأنا الرحمن وأنا خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. الرحم هذا الاسم مشتق من اسم الله جل وعلا الرحمن. فقال ربنا جل في علاه فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. من وصل رحمه يصله الله عز وجل برحمته ورزقه ومنه وكرمه ومن قطع رحمه قطع الله عز وجل رحمته عنه. هذا كما قال شراح الحديث. ومقان من وصلها وصلته رب سبحانه وتعالى نشو نغي وصلنا الرحم النس ونغي راح نغوي يتجنس ونغي يفقذن ويتجنس يفقذه سيدار برحمته ببركته يفقذه سيدار أما ونغي يقطع سيدار بالرحمن. لا إله إلا الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعرابي والحديث في صحيح مسلم وصحيح الأدب المفرد
أعرابي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسافر في مسيره، فقال له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ما ونخسن في الجنة ونخسن مرقى كذا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بلال، صهيب، سلمان، ذا الإمام مالك، ذا الشافعي، سفيان الثوري، ذا الإمام أحمد. بالله عليكم ما ونخسك اسم المرقى مرة ذين نواه نخسك اسم المرقى. هذا طريقهم، هذا مسلكهم. وذا بريد غاسني استكوذن يستقسى النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. في رواية الأدب المفرد بسند صحيح قال: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذا يستر في الجنة، هذا يسبع في جهنم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويا لها من مقالة، واسمعوا إلى ما قال. وسحسمك ذيقا الناس النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. العقيدة، التوحيد، ربي سبحانه وحدث انت يعبده، انت تستغل الدعاء الكعبة وهم التوافق وتريج حد وتريغ حد وتتغشى حد. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، زد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. يقني تكتم قرانك بيلاني مقران الدينك يقني النبي صلى الله عليه وسلم. نشين بنادم يتزجى انت من غير فاميليا مرة، انت بنادم يقهر 4-15 حجة من غير فاميليا مرة. لا إله إلا الله مرة وحرم غانشي سبحان الله. لذلك أيها الأحبة في الله، أمقا صلة الرحم باش تنفهم نيشان أمدو من غاتينا ما معنى صلة الرحم. كصلة الرحم وجه مسقاق بغسل هوات، صلة الرحم وجه حماء روح غيوض غاس. وإنما تحدث العلماء وتكلم الجهابذة من العلماء في معنى صلة الرحم، ومجمع كلامهم ما قاله أهل العلم. قالوا معنى صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقربين وإبطال أو وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. أقشو مقان صلة الرحم ستيف بنظم الإنسان ذيك الإحسان إلى الأقربين منهم ذمة وإيصال ما أمكن من الخير إليهم. يعني يا عبد الله تريد أنهم يديوسون غادي قرع وشي الناس ندي ثداه الشقوات القغبور غنوز والساجي فغبو وإذا يدينظن هذه الناس فرندين واني تقد وصل رحمه لأنه يخسف نرخيا. شك يا عبد الله خميد استقادم مش قيم وتقودريز أقجد شقيتس قد وصلت أباك. قيم وتزرب وتقودريز قد تنعش الجير عزيش الحاجة قيتس قد وصلت عمك سيوض 800 لأن السيوض ذا سرخيا أنه هو تسدعشا تمن على الخاص الشر خمين غس تايا نيت تخصواه موماش دوش ماش عنتيش خارج تايا نيت تغسي تأذن يكفت بنادم قد وصل رحمه. لا إله إلا الله. بل أكثر من هذا ثم قذاك المس الزرق نيدا السيوض السرامي باباش قد وصلت لك الأجر إن شاء الله. الدين النغذاء وسعي استغوي غسغي كانت يخدم. لا إله إلا الله. أدي كاشان يجنا ذا شين تقل مجهود النغذ شين تراحي وسيدين عارض ساران تحت وضيت مرة وين انت وراني وضيت. يا أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنان غمقان الواصل ستيب مقارس نزيخ يرقذي من ستيب ومقان يرقذي من تحس النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث من كتب السنن والأدب المفرد وغيره. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ باش وضعنا غارية ثم ريحتني نجا ذير عظام الزيان ذير عظام قرن وش صافي يقلع وضعنا غارية ثم ريحتني نجا 15 مينوت وش هذوني انت. لا يا أخي الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إنش ليس الواصل بالمكافئ ومقان يرقذ من ستيدت ومقان يصل رحمه ستيدت وجي يصدغاري وما روح غاس يصدغاري وذقور روح غاس يصدغاري وسريف روح غاس يصدغاري عزيزي روح غاس. لا يا أخي الإسلام
خزا ونقي من وغاك ديوسير إني ذا سموا ديوسيرا نشوى غاستيح وشاق خزا ونقي من واديوسير إني ذا سمرا وغاري ديوسير الله ماذا سكغذي هو لأن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إن ذومك كان يصل رحمه استيدت ذومك كان يقضي من استيدت هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها صلى الله عليك يا رسول الله توردي خان تعابيرني خان يورني السنة تفاوك يا بريد ديستوك هذا يستويوات وانا سقنبوك يزدغاري روح غات وإنما وغاك ديوسيد روح غات ذاني تكمير سيرة الرحيم ستين أما وني غاري ديوسين روح غات يقار النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخبص يصدغاك روح غات تاري ذا سمع صافية أما وني وغاك ديوسين روح غات ذو نيجة سيرة الرحيم ستين رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم التصنيو ذن لهم أعذار خميدة سغسر صلة الرحم القرش وحرغ يا أخي قو حرغ الشقة تقر كيسن غار خانه يتقن كيذي غار عيب ما غاسر حق تقي جاي سيوضي غير المحكمة نش ما غاسر حق سيدين الشقة زي واضي تم غاهين واضي تتيو يغشاء ما يمي أمة النقوة كذي تجيبهم لحي جاي يا أخي يجن يصدغ النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه والله العظيم حمقا غنشيور النبي صلى الله عليه وسلم ما مش تغسل الصدح قاغسا كانت مهافة وهذه الدين ونتقا وانت بشتى صدار بها هذا يغفى من عنده غسيد في الجنة برحمته اللهم آمين إن سونتي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني فغارش الفاميليا نشترح غاسن هنا وذي تكنتوات وأحسن إليهم ويسيئون إلي نشتجرت سنغار خير نهني التعرى يتغشر أذو عفنا كذي تتكلم وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم إن استمن غان كذي تزوانا يغطرنا يدورين الصباغة وذا سنتاري غشاء يا رسول الله من غير الشيء فكذينا واغلب العائله امو تعيش انت اغلب العائله المسلمين امو تعيش انت حس من ان النبي صلى الله عليه وسلم روايه زوانيته ان كان كما تقول قمر من قدم مذتبت فكانما تسفهم المل إن قمر من قدم مستيتش تراح ذوات تقدر خاطر كنت توعفنا التأذن سبالسن تحمد شذي غضي حماء تسفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار الحامي تحمد شذي غضي حماء إن سق رب سبحانه وتعالى ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت عليه شكخ الحالة يا عبد الله ديني تي بالله عليكم شهاغة سوي غنش دي المرتن صدار بي شهاغة سوي ذشك يا عبد الله دي المرتن صدار بي إيش الدنيا غمت كمرين نخ الصدار بي واتسكوير ذا فانتيزي بالله عليكم شهاغة سوي غنش كنيو مرة دي المرتن صدار بي ومع ذلك يقارش مرشك إني قرعش راح الغاسن وخبنا ذو موسكوي ولو ذي الدنيا يتسخر الصدار بملك ولا يزال معك من الله ظهير صدار بيتسخر سجن الملك زي الملائكة كيس يتعاون يتغيرني احفظيث الشرور واستيوذن سرعي عماس واستيوذن سرعي عماس واستيوذن سرعي عماس يتقى الصدار بي حافظ يحفظه من ترى يمنع التذي قضع انت الملك يرفع الله تعالى ويتغمي بالحافظ أيها الأحبة في الله نقطة أخرى في قضية صلة الرحم إجن العداد من مسلمين قادس مين مواترح غوايزني وانتماش مين موتحت غو تماش مين موتحت غعنتيش الخاتيش العزيزيش الخاريش مين موغاس نتريح مين لما لا تصل رحمك قارش من غاس رجع الشغوني وني قوايد زيت قع سبحان الله أبو عث عليه رقيبا وش الجندر حاكمة خاصة لا إله إلا الله قوايد زيت قع هو وايد زيت قال العلماء السكفانت نعم محل خلاف بين العلماء هو محل خلاف ويتزجي على معصية ويتزجي أذهب معك وأفترض أنا حكي القول الذي قال العلماء بأنه كافر ما دليلك بنظم البشري قمت لا يصله ما دليلك النبي صلى الله عليه وسلم عمومي تغين المشركون تغين كفار وش تغين راح غاسة بل النبي صلى الله عليه وسلم يتدعى اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك من يعني يجن عزيزي عمرو بن الحكم
لا إله إلا الله. عزيزي كافر مشرك وشي قرص يا ربي يتمنى هذه في الإسلام يعني إذا من نستوزويزن ربما ذا شيني يجمني قوانيتا من يقال كافر وهذه نبوثنا ينعاد. يا أخي اسمع إلى الدليل. الحديث في الصحيحين وغيرهما أمة رسول الله كما أقول دائما أمة الدليل. اسمع إلى هذا الحديث الذي يقول فيه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد منه فين فوجد حلة سيارة تباع عند باب المسجد يزنزتيش قناة عطاري ضارود نحريع حلة سيارة ضارود ديستنين نحريع إن سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريت هذه لتلبسها يوم الجمعة وإذا قدموا عليك الوفود إن اسمري غد صغار روضة أستياض دينها جمعيشنا يا رسول الله تابي دينها جمعات خمي غايد غتسن الوفودين وجيون دين غيتسند تسليما إلى آخره. إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. إن صار روضة نحريع هيت عظيم والنوى التاسن شدي الأخيرة من لا خلاق له أي لا نصيب له ولا حظ له في الآخرة. عذو شموستان جاء النبي صلى الله عليه وسلم منها حلل وسنز دين النبي صلى الله عليه وسلم شنوارود نحريا يسكسي عمر رضي الله عنه وارضاه فأعطى منها عمر حلة يكسد عمر رضي الله عنه وارضاه وأعرض يزدغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كسوتنيها سكري دار روضانات ياضغ وقد قلت في حلة عطارد ما قلت سكري دار روضا يا رسول الله شكتني باللقاء تياضنتني ويتاسل شدي الأخيرة إنس النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها إنس قولش تكشير شبشت تياضغ فكساها عمر رضي الله عنه وأرضاه أخا له من أمه مشركا بمكة. إن زنزيت نغقت الهدية نغمت تقرقي اسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه يجوا مسجد المشرك زي كفار قريش استغم كذو مس جمس يقس الهدية. قال العلماء في شرح الحديث أن عمر قد وصل بها رحمه عمر رحمه اسكت ومس على أساس جزء سيرة الرحم. لا إله إلا الله. يقول ميمون بن مهران رحمه الله ورضي عنه يجن هاد ميزي دي شنا إيم عليك يتغان حفظه السن لأنها سبحان الله واقع الأمة مرير. يقر ميمون بن مهران إنش 3 أشياء الكافر والمسلم فيهن سواء. 3 أنت مسرين أمسرم ذي الكافر ذي الجن يعني مش تشتي التاسو مسرم التاسش انت الكافر كسنت الجن كافر قد على أساس أنه النوايد الجن كافر وإن كان محل خلاف بين العلماء. قال ميمون بن مهران 3 أشياء الكافر والمسلم فيهن سواء. من عاهدته ففله بعهدك مسلما كان أو كافرا فإنما العهد لله جل وعلا. ما رأسك شدر عهد كمري ما رأسك شدت وذي شدت وروميا المجوسية شدت ذوذي لهذا فلسطين شدت عهد كمر إلا أن يكون محاربا إلا ما رأسك شدر حابتيس ما رأسك حاب إني غاسن فقه خاص سوى راكب نادم في دار سلم إن كان كافرا شدت عهد أتكمر. وأستغرب من أناس إشارة إقار دي الخارج نغزدق دي الخارج إشارة غورومي يريخ ويشي شراء إقارش تضارهم سبحان الله. وأدهى من هذا وأمر مغذا في بنادم والله العظيم يويا يا ضرح بنادم يويا 26 مغر يا عبد الله إنش ذي الغنيمة سبحان الله ذي الغنيمة والله حرام تأكله وليست غنيمة. الغنيمة من التيري الغنيمة التيري دير حال خمي تيري المعركة جاي مسر من در كفة خميني يا رب حني مسر من تكسين مرة نرقش حوايج تمر قانس الغنيمة إذا سقان. أما مرواق جينبو قارة وسقان هو الغنيمة مرر حكين غيرو ميني غاورا كسينا سندقرانسن قانس الفيء
الفيء الإنسان ذي غاشوية ذي السلم يسلو سيدا الغنيمة في الحرب وليس في السلم هي يترزق انت النجد الغنيمة بأي دليل وبأي حجة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا اللهم آمين. والله إنه حرام يستوي فيه المسلم والكافر. يقول ميمون بن مهران ومن كان بينك وبينه قرابة مرت غجارج أكسحب قرابة فاميلية فصله مسلما كان أو كافرا. إذا مسر من يغذي الكافر روح غاسد صلة الرحم. وكلكم تتذكرون القصة قصة صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. القصة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب. يمت الجارية الناس عمر وهو أمير المؤمنين إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. كصفية تحب السبت ترح غوذي من سن عمر رضي الله عنه. وهذا سن وارح ديرو غاس الناس من الأخبار هذا ديودي الناس. أما السبت فوالله ما أحببته منذ أن أبدلني الله به الجمعة. السبت وتحب جمد يبدرا بزيس الجمعة. وأما اليهود اسمعوا يا أمة الإسلام وأما اليهود فإن لي فيهم رحما أصلها. تغاريد إني فاميلية راح تجيك صلة الرحم يعني تقارس وجهش قد عنه ولا تحد النظنية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحبة في الله من تعنى وسرثة نشف من ائتمنك على أمانة فأدها له مسلما كان أو كافرا. ونغاك غير شان الأمانة أدى الأمانة وخير ذي الكافر. ومرت تسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إهاجة الأمانة قريش غاس يستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يا رسل الأمانة نسلم. رسل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا. وبعد أيها الأحبة في الله اتضحت الصورة على أن الإنسان ولو كان عاصيا ولو كان كافرا ولو كان غير مصل يتاسف حقا صلة الرحم. التوضض وخ 5 مينوت وخ 10 مينوت وخ 3 غاز تليفون مقش مليح دون انت الله يهديك يتاسف حقه يتاسف مين مقع نشتويا. أيها الأحبة في الله بالله عليكم كرجن أدي السيخ في النس مية انت عشت ذي الدنيا. لماذا خلقنا للعبادة. من عبد في ضرب من زجان زمة وستون هرغ الجمعة تغاسم وحورين دعيد دين ويروح يحيج دين ويتكتان العمرة دين ويتزكان دين ميمية نزل الثواب نزل الأجر عند الله جل وعلا. كذلك سيرة الرحم والله العظيم مرين السنبجا ذي سيجان يرقشوان حدي بوضعا غيشان خون نظني. اسمع أيها الأخ الحبيب ألا تريد أن تكون أحب الناس إلى الله جل وعلا؟ نعم مرة نزوني نشيني عز اختبار. يقول الحبيب النبي كما في صحيح الجامع أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. العمل تحب سيدة ربي ويتحب احتبه بنسوني في تقل مغسيس غير فرحة خيجو مجد مسلم. بالله عليك فاميليا اللي نشخ ميدا سغت كدف واه متعجيب سرحار ما يفرحني غلا. نعم يفرح لك الأجر قد أصبحت أحب الناس إلى الله جل وعلا. ألا تريد أيها الأخ الحبيب أيتها الأخت الفاضلة ألا تريد أن يبارك الله لك في صحتك ورزقك وتجارتك ومالك وعيالك؟ ما نزو ثاني غوات نزوشا. نعم مرة نزو يمسر من مرة نزو تعوان سنة ونصرحن مرة نزو سيدا بس نقل باركة دي سحنسن بس نقل باركة دي قرنسن هذه يعني وقرنسن. عليك بصلة الرحم عليك بصلة الرحم صل أرحامك. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من أحب أن يبسط له في رزقه والنيخ الصدار بلس يعني ذي الرزق نغرسي قديس البركة وأن ينسأ في أثره. وبدنا العلماء غينسأ في أثره يا إما هذا سيقار بالبركة ذي العمر يا إما ذا ستول العمر حقيقة يا إما أمدس نقام شين ستمزيخ وخيموت مشي أخميد دا
يتغيم الذكر النس بعد موته. وقال العلماء يصلح الله له ذريته. تري الذرية نسوى نسرح تاوى نسرحا وش من غام منهز تاوى النس ويرا وحن جاري نمو ذمي سنفران أذي رضا بيخوث يابان أذي أحمر بوث يابان يتغيم دائما الذكر. يقارن النبي صلى الله عليه وسلم مش مجخس تقران أذيانيا الباركة أتيريد تداد وخث موث نقصد القندر صل رحمك هي قارس أذي أحمر بفران تغرب دي تسدغاريا تغكور عيدي توضيد تغيك كيدي ثوات أذي أحمر بتوضيد شلال رحمة. لا إله إلا الله صل رحمك إذا كنت تريد هذا. أيها الأحبة في الله يقول عبد الله بن عمر إنش مجد خسدت عز الفاميليا نش خسدش حيب بن ويجان نش أقش هيا بريد مين يعني يا عبد الله بن عمر؟ قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. ونيت راح نغوي الجنس فقد ويجنس يتكسر بالبركة بالسحل وقرا حبا توي الجنس مرة يتعز خسن. أما وني وايت ريح نغوي الجنس أما وني من عن ذقور النس أما وني تحدن ذا النس أما وني كسين ذقون ذا النس فذنبه عظيم وإثمه جسيم وعاقبته وخيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا. أمر عليها بعجالة. اسمع إلى رب العزة جل جلاله يستور خيني ويفقدن ويتجنسن يستور خيني يقضعن ويتجنسن يستور خيني يارين عبق ويتجنسن مارة غانتي سبحانه تحس من ربي سبحانه وتعالى. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا إله إلا الله عز وجل أن يعافينا. إن شقيني ويتريحن غوي الجنس إن قطعنا الأرحام لهم اللعنة وسوء الدار ملعونون على لسان الله جل وعلا بكلام الله جل وعلا من فوق 7 سماوات ملعونون في الدنيا والآخرة. والملعون يعني مطرود من رحمة الله مطرود ذي الجنة من غيره. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا. ولهم سوء الدار ذي الآخرة. يقول ربنا جل في علاه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ما اسم الدور مغى الجاهلية إن توليتم إلى أمور الجاهلية كما قال المفسرون. ما اسم الدور مغى الأمور الجاهلية أتفسدم ذي ثموات أتقض عموي الجنوم من القرب سبحانه وتعالى خينا وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن يلعني في انصدار إصداغري في الحق وعما صدزان الحق. لذلك علي بن الحسين رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه إن سمسي السجن الوصية إن يا بني لا تصحبن قاطع رحم فإني رأيته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع ومن لم يصلح لأهله لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. إن سقشت الدم دوكرشن يجن ويتحغوي الجنس أو النوغات جرخ هذه فاميليا النس عما سليكي الجرخيا والنوايتي وضن ويتجنس عما سشيه وتكسر خيا والنوايت دفع عن خوي الجنس عما سخكي دفعش. لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وابن ماجة والترمذي بسند صحيح ما من ذنب وذنبوشا المعصية وذنبوشا الذنب استزدار يستدار بالعقوبة للدنيا أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة. استزدار يستدار عقوبة للدنيا ذي العقوبة أننا ذي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. مين تعنى إنش من البغي وقطيعة الرحم ونتعدن خيوذان إحقاري وذان استعقاري وذان نغذون نقض عن فاميليا سوغاس نيترح يتختص ربي للدنيا يتعوذ للآخرة إلا أن يتوب ويصطلح مع الله جل وعلا. ويقول الحبيب النبي كما في الصحيحين وغيرهما عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتاني تيجن تمقرن التاني تيجن ذي الكارثة العظمى. يقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. يا رب ذا متعافيذ يا رب ويتيذ في الجنة ويتيذ في شقع
وإنما لا يدخلها مع من يدخلها. هذيك لابد هذيك جهنم خميد غيك جهنم إجننها 50,000 سنة ما مش غيفغو خيود في الجنة، ولكن لابد هذيك جهنم. لا يدخل الجنة قاطع رحم. فبالله عليكم يا مسلمون ويزماني تحبوش نشعرة تستخدم مش تنز باش هذه زماري جهنم وهي سوداء مظلمة. رحمونا قديس المرة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربه وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، أكتفي بهذا القدر وهذا ما تيسر لي جمعه في هذا الموضوع، ولكن قبل أن أفارق مكاني هذا سمحت يسنغلته الخوم تغوكشي غومور في آخر جمعة في رمضان فيما يخص الإصلاح للتوسع عن المسجد نغوم قدوم كشغ مجموعة عن البيانات نعطى، ولكن عطان ذين التغى اللجنة تغى مشغولة منهمكة تغى تكذل المهندسون المهندس بيتون عرمية المهندس يدي تصميم المسجد ذو تشرون إلى آخره ويكتمر مارة الزريوينية إلا شموسن قبري العيد. أما خذون كشغ البيانات الأخرى المشروع تغني غوم ذيك 30 مليون يعني غير 19 غالبين هي الأساسية المسجد يفوت صدح شان خاص أذن توسع أكثر، وبالتالي غادي يعاود جديد إن شاء الله تعالى تكلفة النص هذا تعادل 80 مليون إن شاء الله تعالى. أما مش حاغاس نغلجنا إكرمان غربي ذي 4 الجمعات من رمضان تيسر 20 مليون ذي 4 الجمعات من رمضان، ثم إكرمان غربيس المحسنون زبارة ذين وديوين مليون ذين وديوين 2 ذين وديوين زين مليون ذين زيت مغارين وديوين زين الصدق النص ذين وديوين 1,700,000 زي الصدق النص ذين وديوين قياسين ذين وديوين تخوتا ذين وديوين مهم ساهم ما تصدقوا على هذا المسجد أرمتي وظنهار إن شاء الله تعالى 24 مليون يتوجمعا فيما يخص التوسعة. تكلفة المسجد أزيد من 80 مليون، صندوق هاللجنة غاسن 24 مليون، خصن تعادل تصنع 20. لذلك إن شاء الله تعالى في أقل من شهر إن شاء الله تبدأ التوسعة صلوات بالديشة سواء الأوقات أو الجمعة بالديشة الخدمة تيري. أسأل الله عز وجل أذن غي عون مرة أنساهم أن بنا ثذرين في الجنة إن شاء الله تعالى. ثم لا أنسى إجن الأخت تجاتنا المسجد تصدق سلقارج الناس قلت ذا المراحيب المسجد باش ذماني ومشان المراحيب غير المسجد. اسال الله جل وعلا مره وني تصدقن نشري ان شاء الله قواكني ونتصدع شكور الجمعه اجمع وانما الباب مفتوح هو طازم اللجنه اقتداء ونيسنا ذي تصدق هذه السوج لمن غيابح هذه تصدق نهار انت وزيادة 20 لكني ونصدع هذا نغتسامحم رخدني غنجمع تاسي دار ربي هذه خد اجن 2 المهندسين خدمن كي نغباتر ننش لله وقينا خدسن تاسي دار ربي خد الخيار مره وني وكشن شان فرانك ذون غير وكشن شان فرانك ونيسنا ديوي شان وزاد شان تسيما شان اللاجوا شان 20 اللجنه اقتدانيتا. اسال الله جل وعلا ان يعيننا على عمارة هذا المسجد. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وآخر ما نختم به الكلام الصلاة والتسليم على حبيب الحق وسيد الخلق محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله الله من الراشدين. الله يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله الله من الراشدين. الله